بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هنعمل أكلة جميلة قوي محببة لكل الأسرة، للكبار والصغار. هنعمل النهاردة كفتة الحاتي بكل أسرارها وبتكاتها. هنعملها طرية كده وجوسي من جوه وبتقرمش من بره. ويعني هنعملها ان شاء الله هتعجبكم قوي باذن الله. شوفي الكفته عامله ازاي، طريه ومفرغه من جوه ومستويه، وطعمها والله بجد يعني الريحه جميله جدا. ويعني شوف شكلها عامل ازاي، مستويه وحلوه وجميله قوي قوي قوي. جربوها ان شاء الله، وهتدعوا لي باذن الله. تعالوا بقى بإذن الله نشوف هنعملها ازاي. الأول هنجيب الكبة، وهنجيب ربع كيلو لية خروف، وهنجيب 3 فصوص توم وبصلاية يعني كبيرة. ديت احنا هنعمل النهاردة نص كيلو لحمة مفرومة، هنحط عليها 8 كيلو ليا وبصلاية و3 فصوص توم. هنضربهم كويس الأول في الكب. هنعمل طبعا البصلاية بميتها بكله، مش هنصفيها ولا حاجة يعني. هنعملها بحالها بميتها بكل حاجة يعني. يبقى حطينا البصلة واللية و3 فصوص توم. هنضربهم في الكبة، هنرجع نضربهم تاني مع اللحمة، بس دلوقتي بنضربهم برضو على أساس يبقى يعني إيه، بما إن اللحمة مفرومة، يعني يبقى الخليط مع بعضه مقارب لبعضه. ما ياخدش وقت بعد كده بقى في الفرم مع بعضه. دلوقتي بقى بعد ما ضربنا اللية والبصلة والثوم، هننزل بيهم على اللحمة المفرومة. دي نص كيلو لحمة مفرومة، وتمن كيلو ليا وبصلة كبيرة و3 فصوص توم. دولت نزلنا بيهم على اللحمة. وبعدين هنجيب دلوقتي في حدود ايه، ربع كوباية بقدونس او كزبرة خضراء، يعني حسب المتاح. وطبعا بناخد الورق بس، ما بناخدش العنق، لان العنق ما بتبقى ظاهرة في قلب الكفتة. فهنحط بس الورق بتاع البقدونس، وهننزل بمعلقة كمان كبيرة نشا. معلقة كبيرة دي السر اللي هيخليها ما تفكش. ومعلقة صغيرة بهارات لحمة، ومعلقة ملح وفلفل، فلفل اسود على ملح. وهننزل كمان بمعلقة صغيرة قرفة، معلقة صغيرة قرفة، ومعلقة صغيرة سكر. وهنحط بقى كمان لسه نص معلقة بيكنج، نص معلقة ملح، لأن ايه الملح هيبقى قليل، فنزلنا بنص معلقة ملح وبنص معلقة بيكنج باودر. ديت كل البهارات اللي حطيناها على الكفتة. دي كفتة الحاتي. وعملناها زي ما انتوا شايفين، طبعا ما صفتش البصلة ولا حاجة، كله البصلة محطوطة بميتها بكله. وطبعا معلقة النشا دي بقى ديت السر اللي هيخلي الكفتة ما تفكش ولا حاجة. وبعدين هناخد الخليط ده وهنضربه في الكبة ايه، يعني شوية حلوين. تضربيه في الكبة يا تعجنيه بإيدك لمدة 10 دقايق، بس طبعا الكبة هتكون أسرع وأفيد. هنضربه لحد لما نلاقي ايه، ان نلاقيها الخليط متماسك مع بعضه. دلوقتي بقى نضربه في الكبة. احنا قسمنا الخليط على مرتين. دلوقتي دوت الأول مرة نزلنا اهو بالخليط بعد ما ضربناه في الكبة. طبعا ناعم وجميل جدا، ومتماسك. هنرجع ضربنا الباقي، يبقى احنا كده ضربنا الاتنين، احنا قسمناها على مرتين. يعني شوفوا بقى اللحمة جميلة ازاي، متماسكة مع بعضها ومش شماعة وعاملة خيوط. هو ديت اللحمة المظبوطة لكفتة الحاتي، دي أسلم حاجة لكفتة الحاتي. ودلوقتي بقى هنكون حاطين فحم على النار، ونحطها في طبق وننزل عليها بمعلقة زيت وايه ونغطيها. احنا بنحط الفحم عليها قبل ما تستوي. بحطها وهي لسه اللحمة نية، يبقى حطيت عليها الفحم وهي نية. دلوقتي بقى بعد ما نحش الفحم، هنحطها ايه في التلاجة لمدة ساعة، او في الفريزر لمدة نص ساعة. وبعد ما خرجت بقى، هنجيب ايه الصينية، هنفرشها ببصل وطماطم وفلفل اخضر ومعلقة ملح على فلفل اسود وشوية زيت صغيرين. ديت الفرشة اللي هنفرشها للكفتة. وممكن الكفتة نصبحها ونحطها في سياخ
ونحطها على الشبكة ونحطها في الفرن وتحتها صينية فيها مية، يا إما نعملها بالطريقة دي. فنعملها المرة دي بالطريقة دي، والمرة الجاية إن شاء الله بعد كده نبقى نعملها على الشبكة. بس إيه، إحنا قلت نعملها المرة دي إيه، بعملها على سيخ. وبعدها باخدها بقى احطها في الصينيه اللي تحتها طماطم وفلفل وبصل، على اساس ايه، ان هي تحميها ان هي ما تتحرقش. وفي نفس الوقت الخضار ده لما بيستوي بقى وبيشرب من الكفته بيبقى طعمه جميل قوي. تاكليه مع عيش، تاكليه برز براحتك بقى جنب الكفته. والكفته زي ما انتم شايفين اهي، عملناها على السيخ على اساس تبقى مفرغه من جوه. هنكمل بقى بقيه الكميه وارجع لكم. ودلوقتي ادي الكفته بعد ما صبحتها كلها، وطبعا الفرن والع قبلها من 5 دقايق كده على اساس يكون ساخن، على اساس ما تغيبش في قلب الفرن وتنشف. عما الكفته بقى تستوي هنعمل التوميه. مقادير التوميه دي عباره عن كوبايه كبيره ميه، وعليها 2.5 معلقة نشا، ونحطها على النار ونقلبها لحد لما تستوي خالص وتبقى لونها شفاف. بننزلها لما بتبرد بقى بنحطها في الكبة، وبننزل عليها ب5 6 فصوص توم وبعصير ليمونة. يبقى احنا كده حطينا النشا وعليها 5 6 فصوص توم وعصير ليمونة وعلبة زبادي صغيرة، مش علبة كبيرة، علبة زبادي صغيرة. المقادير دي مظبوطة جدا، اعملوها بإذن الله هتطلع أحلى تومية. ونصيحة ما تحطوش عليها أي لبن، لأن اللبن بيغير طعمها. وهننزل كمان عليها بنص كوباية مية وبمعلقة كبيرة مايونيز. يبقى هننزل بنص كوباية مية ومعلقة كبيرة مايونيز ومعلقة صغيرة ملح ونص معلقة صغيرة سكر. يبقى احنا حطينا معلقة صغيرة ملح ونص معلقة صغيرة سكر. وهننزل كمان بمعلقة كبيرة خل، يبقى معلقة كبيرة خل. وحطينا التوم والزبادي والمايونيز والليمون والسكر والملح، ونضربها ونص كوباية مية وهنضرب الخليط ده مع بعض. وبعدين هننزل عليه بنص كوباية زيت، هننزل بها على مرتين. طبعا زيت يكون زيت نظيف، ويكون طبعا ايه ريحته حلوة. هننزل عليها بقى نضربها كمان شوية، وبعدين نرجع ننزل ببقية الزيت بنص كوباية زيت. يبقى احنا نزلنا بنص كوباية زيت وبنص كوباية مية. هتطلع بإذن الله مظبوطة جدا وأحلى تومية هتاكلوها. بجد والله عن تجربة جميلة جدا جدا جدا، عجبتهم أوي أوي، أحلى كمان من اللي بتشترى من بره. يبقى دي دلوقتي عملنا دي التومية أهي. وممكن بقى لو انت عايزاها سبايسي بتسيبي نص الخليط وتنزلي عليه بمعلقة أو معلقتين هريسة شطة. بيبقى جزء بقى عادي وجزء سبايسي، بس يعني هما عايزينها كلها بيضة، يعني التومية مش عايزينها سبايسي. ودي بقى التومية بعد ما عملتها، المقادير مظبوطة جدا والطعم خرافة، هتعجبكم قوي. وبألف هنا وشفا. دلوقتي بقى دي الكفتة بعد ما خرجت من الفرن زي ما انتوا شايفينها كده مستوية جدا، ما خدت في الفرن في حدود نص ساعة. والخضار اللي تحتها مستوي وجميل. وطبعا الخضار ده بيبقى جميل قوي، بيبقى شارب منها، بيبقى طعمه تحفة. يعني شوف الكفتة من بره حمرا وكويسة، ومن جوه ايه مستوية وطرية وجميلة. طبعا بقى يعني ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وتكتبوا لي ايه رأيكم في الوصفات اللي بنقدمها. وان شاء الله بإذن الله يعني الوصفة دي هتعجبكم قوي 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 قوي. طبعا ممكن تاكلوها بقى بعيش وطحينة وتومية، ممكن تاكلوها مع رز، ممكن يعني براحتكم بقى، يعني لكم حرية الاختيار. بس هي بجد وصفة تستاهل التجربة يعني. ومع ألف 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 سلامة وبألف هنا وشفا.